السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في كل بيت في حد واحد بس شاطر هو اللي بيعمل احلى رز بشعرية. النهاردة هخليكم انتوا الحد ده وهقول لكم ازاي يطلع الرز معاكم مفلفل وخطير، مفيش واحدة ماسكة في التانية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تابعوا معايا الفيديو، ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك للقناة. حلة سخنة على النار، بضيف فيها كمية مناسبة كده من الزيت، كمان بنزل عليها بمكعبين حلوين كده من السمنة البلدي. لو مش متاح سمنة بلدي ممكن تضيفوا معلقة سمنة عادية جدا اللي انتوا بتستخدموها. يسخنوا معايا كويس جدا وعلى طول بنزل بالشعرية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دايما لو انتوا هتعملوا كيلو من الرز يبقى هتضيفوا قصاده نص كيلو من الشعرية. ليه بقى؟ التركاية دي مهمة جدا لان هي بتنقل معاكم الطعم في حتة تانية خالص، وكل ما يكون الشعرية اكتر من الرز بتديكم تيست وطعم خطير. جربوا التركاية دي وهتدعولي. لو هتعملوا نص كيلو من الرز يبقى هتضيفوا قصاده ربع كيلو من الشعرية أو أقل بحاجة بسيطة، بس لازم تكون برضو الشعرية نص كمية الرز. جربوها وهتدعولي. بعد كده بقلب بقى في الشعرية على طول باستمرار، ما بوقفش فيها تقليب خالص علشان خاطر كلها تاخد معايا نفس اللون. والخطوة دي برضو مهمة جدا علشان خاطر الشعرية كلها تكون نفس اللون كده، مفيش واحدة تكون مستوية عن التانية أو لونها متغير عن التانية، لحد ما توصل معايا بقى للون اللي انتوا شايفينه ده. توصل معايا للون الذهبي الغامق كده شوية. هي دي الدرجة اللي احنا عايزينها للشعرية عشان تطلع معاكم درجة الرز واللون تكون مظبوطة جدا. بكون غاسلة بقى الرز ومصفياه كويس جدا وكمان نشف معايا. الخطوة دي برضو مهمة عشان الرز بتاعكم يطلع مفلفل، والخطوة دي بتفرق معاكم جدا في الطعم وبالأخص في الفلفلة بتاعة الرز. بشوح بقى الرز حوالي 5 دقايق ل7 دقايق لحد ما اللون بتاعه يبدأ يغير بالطريقة دي، ويبقى فيه بعض الحبات بتاعته كده بقت بيضة بالشكل ده. بضيف عليه حوالي 3 ورقات كده من ورق اللورة علشان خاطر بيخلي الشوربة بتاعة الرز طعمها حلو جدا. ايا كان بقى هتسقوا بمية هتسقوا بشوربة، لازم تكون المية مغلية كويس جدا او الشوربة برضو مغلية معاكم كويس. ما ينفعش ان انتوا تضيفوا مية باردة او تضيفوا شوربة باردة. هنا بقى التسقية بتاعة الرز بتبقى رغبات، في ناس بتحب ان هي تسقي بالمية، في ناس بتحب ان هي تسقي بالشوربة، زي ما انتوا حابين. بس انا هقول لكم المعيار المظبوط ان انتوا تعايروا بيه الرز. بتضيفوا فوق الرز بالظبط بعقلة ونص من الصباع علشان خاطر تعرفوا تظبطوه. وبعد كده بضيف بقى مكعبين من مرقة الدجاج وبضيف كمان الملح بتاعي، وببدأ ان انا اظبطهم واقلبهم بقى كده تقلبتين. في البداية طبعا النار بتكون متوسطة، ما بخليهاش عالية. في البداية النار بتكون متوسطة لمدة 5 دقايق. اول ما يبدأ يتشرب معايا بالشكل ده بهدي النار تماما، بتكون شمعة. بيقعد معاكم على النار حوالي تلت ساعة وبيطلع معاكم بقى بالفلفلة الخطيرة اللي انتوا شايفينها دي. عايزة اقول لكم بجد مفيش حباية رز ماسكة في التانية، كله كده مفلفل وخطير زي ما انتوا شايفينه. لحد ما يبرد معاكم كمان هيفضل مفلفل بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. كل اللي هيدوقه منكم هيقول ان ده احلى رز بالشعرية كله في حياته. هستنى منكم بقى ان انتوا تجربوا الطريقة دي على طريقتي وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. لو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصل لكم كل وصفاتي. ما تنسوش دايما ان مع بوسي طه دايما حلاوتها في تتبيلتها. وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة.